السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني انا نونا ودي قناتي، لايك وشير الفيديو لو عجبكم. هنعمل الحاجة الحلوة دي في البيت، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، احلى ما هتشتريها من بره بكتير. هتوفري اكتر من نص الفلوس معاكي، وتحطيها كده وتجيبي بيها حاجة تانية. هنعملها حاجات حلوة، حاجات ما فيش احلى من كده هنعملها معاكم. تعالوا كده هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا كده كيلو من الكنافة، انا جبته وفرزته. ممكن تجيبيه قبلها بيوم أو بساعتين وتحطيه في الفريزر يتجمد معاكِ، تبدئي تفركيه على طول ويكون جاهز معاكِ. لو أنتِ مستعجلة وجبتيه الصبح وعايزة تعمليه على طول في نفس اليوم، ممكن في الكبة كده وتعمليه تفرميه في الكبة يطلع ناعم معاكِ. هنمسكه كده بإيدينا ونفركه في ثواني كده أو على طول بتكون إيه، أنتِ فركتيه معاكِ ويتنعم معاكِ ويكون بالطريقة دي. هنفركه ونجهزه معانا ويكون جاهز معانا. هنخلّص كل الكمية بنفس الطريقة كده في الطبق وتكون جاهزة معانا. خلّصناها كده وبقت جاهزة وناعمة معاكِ زي ما أنتِ شايفة كده، هتكون كده جاهزة معانا. حلة على النار، لا ده يا بنتي بس ما تعمل بس معايا. معايا كده حلة على النار ونزلت بحوالي نُص كوباية من السمنة. سمنة ممكن تعمليها أي نوع طبعًا أنتِ بتحبيه، بس طبعًا الأحلى بتكون البلدي. أنا بصراحة أنا خلطاها نُص كده ونُص كده. بعد ما سخنت معايا كده في حلة كبيرة تكوني حاطاها كده عشان طبعًا الكنافة بتكون مهيشة. لمّا بتدوقي بتحمصيها، أي نعم بتنزل أقل من النُص بكتير، بس لازم يكون معاكِ حلة واسعة عشان تقدري تحمّري فيها الكنافة أو تحمصيها فيه. ممكن تعمليها في الفرن، بتحطيها كده في صاج وتدخّلي الفرن، كل حبّة بتولّعي عليها كده وتقلّبي الكنافة وتدخّلي وتطلّعي. بس لو أنتِ مش يعني ممكن تسعي عنها، يبقى على البوتاجاز كده أحسن على نار هادية. وهنبدأ نقلّب فيه لحد ما ياخد اللون الحلو ده معانا، لون الكنافة الأصفر الحلو الدهبي ده. نزلت كده بعد ما نزّلناها ونزلنا عليها بحوالي نُص كوباية من الشربات. طبعًا شربات الكنافة بيكون تقيل ويكون بارد. عايزة لو هو عندِك في التلاجة ممكن تطلّعي وتحطّي على طول، مش هتعملي تكوني مجهّزاها قبل ما تحمّصي، هتكوني مجهّزة الشربات معاكِ. وقلّبناها كده قلّبنا الشربات عليها وسِبناها وركناها معانا على جنب. حلة كده وفيها حوالي لتر من اللبن. هننزل عليها بحوالي 4 أو 5 معالق من السكر. السكر ده يعني ممكن ده المعقول، عايزة تزوّدي أو تقلّلي برضه حسب رغبتِك، الحاجة اللي هي الحلوة. يعني بس هُم ال5 معالق أو 4 معالق يا دوبك كده على اللتر اللبن يا دوبك. نزلت كده بمعلقتين من السميد و3 معالق من النشا هرمية. ممكن لو نشا هي مش المعلقة مش مليانة أوي، ممكن 4 معالق. وممكن تختلف كمان يعني من أنواع النشا لبعضها، ممكن تزوّدي تزيد شوية أو تقل شوية برضه حسب نوع النشا. هنقلّبهم كده على البارد لحديت ما يدوب معانا. هناخدهم على النار وهنقلّب فيهم كده لحديت ما يستووا معانا ويكونوا إيه جاهزين. هنفضّيهم في طبق ونسيبهم يبردوا ونغطيهم بالبلاستيك عشان طبعًا الوش بتاعه ما ينشفش معانا. جهزنا كل حاجتنا كده معانا. الطبق اللي زي أو هتعملي فيه، ممكن طبق تجيبيه وتحطي فيه كوباية كده، أو لو الطبق أوسع من كده تجيبي طبق عالي تاني صغير وتحطيه، يعني حسب ما اللي أنتِ هتعمليه بس بالطريقة اللي تعجبِك. ممكن في صينية الكيك اللي هي بتبقى مفرغة من النُص دي، ممكن برضه تعملي فيها. هانزل بكمية الكنافة اللي على قد الطبق، ممكن يعني عايزاها يعني وسط كده يا دوبك كده حلوة، ماشي. ممكن يعني تكتري شوية برضه حسب الإيه، اللي أنتِ بتحبيه. بالمعلقة كده أو بالكوباية وتقدري تتّكي عليها كده لحد الكنافة ما تتمسك في بعضها وتمسك معاكِ. بعد كده هنشيل الكوباية ومعانا طبق كبير اللي هو طبق التقديم، هتجيبيه هتقلبيه فيها كده وتكون إيه، جاهزة معاكِ. طبعًا البلاستيك بيكون إيه، عازل معاكِ فبيطلع معاكِ على طول. جهزت كده معانا المانجا والفراولة، حاططها بس في مصفى عشان لو فيها مَيّة تصفّيها. ومعانا كده الكريمة اللي أنا عملتها، فضيتها في الطبق وغطيتها كده بالبلاستيك عشان طبعًا الوش بتاعها ما ينشفش. معانا كده الكريم شانتيه برضه خفقته معانا. كل حاجة معانا كده جاهزة. الطبق هننزل فيه بكمية من الكريم شانتيه على كمية من الكريمة القشطة اللي إحنا عاملينها، وهنقلبهم نخلطهم مع بعض كده ويكونوا جاهزين. ممكن تعمليه بالكريمة بس، ممكن تعمليها بالقشطة بس، برضه حسب اللي أنتِ بتحبيه. بس يبقى بتعمليها مزيج بين الاتنين بيكون أحلى بكتير. بعد ما خفقناه كده بالمضرب ويكون جاهز معانا. طبعًا التزيين هيرجع كده ليكِ، بس طبعًا هو اللي هو طالع، فهُم بيحطّوا كده في النُص كده كمية من الكريمة اللي هي مقلبينها مع القشطة. وهانزل بكمية من الفاكهة
ممكن فراولة، ممكن مانجا، ممكن الاتنين. أنا عملت الاتنين mix بين الفراولة والمانجا. أنزل كده بكمية من القشطة، وانزل عليها بكمية من الفاكهة، وبرضه كمية من القشطة وكمية من الفاكهة لحديت ما تخلّصي الطبقات اللي أنتِ هتحطيها. زي ما أنتم شايفين كده، كمية من المانجا كمية من الفاكهة وكمية من القشطة، وتخلّصي لحديتِ ما الطبق أو المكان يكون كده. بعد كده يعني يكون خَد الكمية بتاعته اللي استوفى بيها. هانزل طبعًا بالكمية الفاكهة على الوش كده، وممكن تزينيها. أنا حبيت أزينها كده ونزلت على أحراف الطبق كده، أو زينتها بكمية من الفاكهة، مانجا، فراولة، وهانزل كده على طول نزين كده بالطريقة دي. ممكن تستغني عنها، ممكن تعمليها برضه حسب ذوقِك واللي أنتِ بتحبيه. دي بس مجرد تزيين بس للطبق مش أكتر. طبعًا هنقدّمها كده في العزومة، هتكون شكلها حلو، حاجة بسيطة وسهلة هتعمليها في البيت مش هتكلّفِك كتير. زي برضه ما بتشتريها من برّه هتلاقيها برضه تعمليها في البيت. هنعمل برضه في أطباق، هانزل بكمية من القشطة، وهانزل بعد كده بكمية من الكنافة، وكمية من القشطة، وكمية من الكنافة، وبعد كده فاكهة. يعني هتبدئي تعملي الطبقات حسب رغبتِك، ممكن تستكفي بطبقتين، ممكن تستكفي ب3 حسب اللي أنتِ بتحبيه وتعمليه معاكِ في البيت. طبعًا أنا عملت الطبقة دي مخصوص ليّا صراحةً يعني عشان إيه، يعني يكون إيه، مكافأة ليّا بعد ما عملته. طبعًا من كمية الفاكهة، وهانزل بعد كده كمية من الكنافة، وكمية من القشطة، ويكون ده التزيين. ممكن عايزة تضيفي طبعًا مكسرات حسب رغبتِك على وش الطبق الأولاني أو الطبق ده، ممكن تضيفي مكسرات لو أنتِ بتحبيه. يعني أي حاجة أنتِ بتحبيها ترجع ليكِ، التزيين ده يرجع ليكِ أنتِ واللي أنتِ بتفضّليه. عملنا معاكم كده كمية، ومعانا برضه أطباق عملناها بالصوص المانجا، حطيناها على الوش، وبعد كده نزلنا بالقشطة. وفي أطباق تانية عملناها حطينا على الوش كده قشطة، وبعد كده نزلنا بالفاكهة. يعني هيكون معاكِ كده معاكِ كام نوع للتزيين ممكن تختاري منهم. ده الأطباقين اللي أنا عملتهم، ده الطبق بتاعي الخاص بيّا وده الأطباق اللي أنا عملتها وزينتها بالطريقة دي. زي ما أنتم شايفين كده حاجة بجد تحفة، هتعجبكم جدًا. يعني هنقول هتوفّري فلوسِك وهتعمليها في البيت، مش هتاخد وقت، وحاجة نضيفة على إيدِك. يعني مش قادرة أوصف لكم يعني كل الكلام اللي هيتقال في حاجات زي دي اللي أنتِ بتعمليها في البيت، هتعجبكم جدًا وهتعجب الأولاد، وهتقدّميها كده لضيوفِك. مش هتاخد منِّك كمية كبيرة. هنقول طبعًا بالهنا والشفا، بالهنا والشفا للي كَل، وبالهنا والشفا للي شاف، وللي هيجرّبها ويقول لنا رأيه فيها إيه. وهنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم. حاولوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، وعلى قناتنا على اليوتيوب، اسم يوميات نونا في المطبخ. هنقول انتهى الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة، باي باي.